الناظر لها الى نظر والنجم الغرار شداتو غيره من الخضر حين نجمازها تسطع منظوره سولت البهجه الشاقه واش اللي خلاك راشقه وشوق مسرى واش ويا ماتك زاهيه السلام. اليوم الأحد 24 نوفمبر تحتفل الجمعية تحتفل بالافتتاح ديال الموسم الثقافي والفني ديال الجمعية تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء واحتفاء بعيد الاستقلال المجيد وتزامنا مع مراكش عاصمة الثقافة الإسلامية. الحفل كان فيه كذلك تأبين ديال قامة من القامات الملحون اللي هو السي أحمد البدناوي الشاعر والمنشد والعازف، قامة كبيرة في الملحون. كانت العائلة بحضور العائلة ديالو بحضور فنانة كبار ديال مراكش وجوه يعني نيرة من مراكش جات حتى يعني حضرت معنا الحفل كالعادة يعني الحفلات ديال الجمعية. ومناسبة باش نذكروا بانه الجمعيه انتقلت من الجمعيات اللي كانت تتابع عليها الجمعيه، تحولت لايام الاحد بحكم الناس الموظفين والجمهور ديال الجمعيه والمحبين ديال الجمعيه اقترحوا عنا باش نديروا يوم الاحد. حنا اللي اقترحوا الاعضاء ديال المنخرطين ولا المحبين، حنا راه معاهم. وشكرا لكم على الحضور ديالكم، تتواكبونا في جميع الحفلات ديالنا ومرحبا بكم في جمعيتكم. الملحون هو ديوان المغاربه، وهذا اعتراف. كان الجيران الله يعوض عليهم، كانوا تينازعونا في كيف نازعونا في الجليج وكيف نازعونا في شحال ديال الحوايج كانوا تينازعونا في الملحون. ولكن هذا الاعتراف اللي اعترفت اليونسكو بانه الملحون مغربي 100% يعني بزاف شحال ديال الشوائب. وهذا ماشي هذه ماشي النهايه، هذه البدايه ديال. والحمد لله راه الجمعيات في المغرب كله يعني احتفلت وكملت هذا الاعتراف، كملته بدخول الشباب يعني بشحال ديال المسائل اللي داروا الجمعيات في صالح هذا القرار. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للحضور الكريم اللي حضر في هذه الامسيه طيبه نيره اللي هي افتتاح ديال الدوره ديال الملحون ديال جمعيات محمد بن طاهر امنزو، واللي رئيسها السي هشام سليم الحبيب ديالنا. وبصراحه انا تنقول واحد الكلمه في حقه، لانه هذا التراث بدا تيندثر، والحمد لله انه اليوم تنشاهدوا بانه بهذا البيبينير بدات تتسقى، وهذا الشيء كله فهو هذا تراث ديالنا خصنا نحافظوا عليه بكل ما اعطانا الله بالامكانيات، ولو غير بالحضور ديالنا وتشجيع لهذ البراعم اللي هما جايين مستقبلا في هذا الميدان ديال الانشاد ديال الملحون اللي هو ماشي سهل. كانوا فيه شيوخ كبار الله يرحمهم، واليوم عشنا واحد اللحظات حزينه بزاف، اللي هو اول حفله مور الوفاه ديال الاستاذ ديالنا الشيخ السي البدناوي رحمه الله عليه. فشكرا للجمعيه بالتكريم ديالهم اللي كرموه، وكان بحضور الام ديالو والاخوان ديالو. يعني عشنا واحد اللحظات حزينه بزاف، ولكن ما يثلج الصدر انه هذه الالتفاته الرائعه اللي كانت في محلها. يعني بدل ما نفرحوا اليوم بالافتتاح ديال السنه، كان حزن ديالنا لانه افتقدنا هرم من الاهرام اللي هي كانت في الساحه، اعطت واحد الاشعاع، اعطت واحد ما نقولوش كانت مكمله الميدان، بالعكس كنا تنستافدوا منه، لانه شيخ وكاتب
من الدرجة الرافعة. فباسمكم تنقولوا رحمة الله عليه، اللهم اسكنوا فسيح جنان مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نتمنى إن شاء الله لهذه الجمعية مسيرة موفقة إن شاء الله، وألف ألف شكر من القلب لرئيسها سي شمس سليم وسي أفراح حضارنا سيدي مولاي رشيد. هاد الناس دايرين يد في يد، وكانت الكلمة ديال سيدي سليم في الأول أنه لولا مولاي رشيد لما كانش تكون الحفلة. وأنا تنقول لولا سليم ولولا مولاي رشيد لما كان هذا الجمع اللي هو جميل. أنا إن شاء الله رهن الإشارة في أي وقت وأي مساعدة مني للجمعية فهي أنا أقولها على المباشر رهن إشارتي، لأنهم داروا شي حاجة اللي هي غادي تبقى التاريخ كتبها لهم، إحياء لهذا الفن وإحياء لهذا التراث. حفظ الله بلدنا ما حفظ به الذكر الحاكم على رأسه صاحب الجلالة سيدي محمد السادس نصر الله. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية للصحفيين الأحباب ديالنا كلهم، أخوتي هاد الناس اللي قدامي. شكرا لكم، أخوكم طهور يحبكم في الله. اليوم كنعيشوا الافتتاح الموسم الثقافي لجمعية محمد بن طاهر أمنزو، جمعية مراكشية اللي كتعنى بالمحافظة على فن الملحون والفنون الشعبية بما في ذلك إساوة والدقة المراكشية والتقيتيقة. الحفل اليوم يعني بمناسبة افتتاح الموسم تزامنا مع احتفال الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وذكرى عيد الاستقلال، والاحتفال بمدينة مراكش كعاصمة للثقافة. الهدف من الحفل ولا من الأمسيات الملحونية هو المحافظة على فن الملحون اللي تصنف مؤخرا كتراث عالمي. إن هذا إن دل على شيء كيدل على الرغبة، رغبة المنخرطين، رغبة جوق الجمعية في المحافظة على الفن واستمرار الفن من جيل إلى جيل. يعني راه كنشوفوا اليوم الخشبة راه فيها تبارك الله، لا الخشبة ولا الحضور، يعني راه فيها أجيال متفاوتة السن. هنا كنشوفوا الجيل الأول ولا الجيل الثاني ولا الجيل الثالث، يعني الهدف منه هو المحافظة على هذا الفن هذا. وكنتمناو انه نكونوا عند حسن ظن الحضور الكريم، الناس اللي جاونا من جميع انحاء المغرب. والحفل راه كيتخلل مجموعه من الفقرات، لا في الملحون ولا في الدقه ولا في التقيتيقه. وشكرا لكم. الزمراني مصممة الازياء، سفيرة ديال القفطان بالدول الافريقيه داخل المغرب وخارج المغرب. انا مؤسسه ديال جمعيه محمد بن طاهر أمنزو. اليوم كاين الحفل ديال الافتتاح السنوي اللي تشرفوا بالحضور ديال الناس كاملهم. كنقول لهم مرحبا بكم، كل واحد غادي ينخرط معنا كنقول له مرحبا. الملحون من التراث المغربي، من الناس اللي باقي حنا باقي جمعيتنا محافظه بزاف على التراث بزاف، وكنحاولوا نكونوا في حسن الظن للجميع ان شاء الله. ومرحبا بالجميع اللي بينخرط معنا، والناس المحبين ديالنا راه كيحضروا. مرحبا بالجميع. الساحه كلنا هي ضحى في الحين وهي وهم ساحه اليهود هسيت سيف اخبار الحمزيه عن ضرب السيف والحصان عيسى ومعد عاب المياه. قولي يا ممرتة قولي يا ممرتة انا من شوقي حالتي نشبهو دموعي ساحو وتخبدي ضاع من فقد صديق الماء باش يصبر قلبي على ذي غيب عني ولا وجد لي سماع.